ناديت في ظلمة الليل، ناديت في ظلمة الليل، القلب هايم يدايدي شلول يا فارس الخيل، شلول يا فارس الخيل، انا وليدك انا وليدك والله نايدنا. ناس وزغروطة وتسفيق اسفنسية ده. وين التسفيق وين التسفيق؟ اسمي في بداية وعلى النبي مولى الحرام والبيت يسمع فيا. نقولوا البندير، نقولوا الحضرة، نقولوا الجو الصفاقسي، وما تحلى ديالي رمضان كان بالحضرة الصفاقسية هكا ولا؟ ها؟ عملتوا جو معنا ولا؟ ما زالت السهرة متواصلة باش نحكيو على جمعية حديثة النشأة، لكن الجمعية هذه عندها بصمة في ولاية صفاقس رغم صغار العمر نتاعها، لكن حاولت انها تصنع الفرحه. حنحكيو على ربما جمعية سور صفاقس. سور صفاقس، لكن مرحبا بك. بي صحة شريفتك؟ صحة شريفتك. عملت جو ولا؟ برشا جو. الليلة جمعية سور صفاقس بحول الله نعيشوا معاها الفرحة، ومعانا فرقة أجيال الحاضرة. عملتوا جو ولا؟ ما سمعتش؟ أقوى. يقول جماعة عملوا جو. جو سخان اللي وسيدوا سخنوا بالجو الحضرة الصفاقسية. ليديا، أنا حكيت إنه جمعية سور صفاقس حطت بصمة ورسمت الفرحة في جهة صفاقس، وما زالت الخير. وبالحق المولود الحدث في جهة صفاقس والحمد لله. أشياء بسيطة نجم نفرحوا برشا ناس راهم. أكيد هذايا هو واجب علينا احنا كمواطنين، وكثانيا انتمائنا إلى جمعية سور صفاقس هو شيء يفرح. وأنا نحب نشكر رئيس جمعية سور صفاقس السيد نعمان الكشو اللي شرفنا بالحضور الليلة. أكيد هو من أول، هو من قبل هو رجل متطوع في الميدان، خلينا نقولوا في جهة صفاقس، يعتبر من أعرق الرجال. زار برشا جمعيات، لكن حاول انه يحط بصمته من خلال انه يأسس جمعية سور صفاقس. قديش عندها توية ليليا؟ هي فعليا من سبتمبر، اخر سبتمبر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، لكن بدات هي حلمة نعمان الكشو. بدات عندها سنوات، ثم بدات كجروب في افريل اللي فات، والأنشطة والأعمال اللي قمنا بها كجمعية وكجروب أو قبل كل شيء في جميع المجالات. هي جمعية ثقافية خيرية تنموية. هذا الشيء اللي يسمح لنا وأنا ننشطوا وننفعوا بلادنا بالحق، ونعاضدوا جهود الدولة بالحق في جميع الاتجاهات. نرجع سهرتنا احمد. اكيد باش نرجع سهرتنا. انا نحب نقدم تحيه كبيره لبلديه صفاقس الكبرى والسلطات المحليه على الدعم في احياء هذه السهره. كذلك نحيي جميع
ايضا ما ننساوش الامن اللي امن لنا هذه السهره اكيد، وكل من دعمنا وعاوننا بالحق، وما نمشيو ما شاء الله نلقاو اليدين ممدوده وتساعدنا، وهذا كله في سبيل وانه نساعدوا غيرنا، وكلنا اليد في اليد نجموا نتطوروا، نجموا نساعدوا، نجموا ننهضوا ببلادنا الى طريق النجاح. اكيد. ليليا لو تسمح لي، انا حبيت نحكي على جمعيه سور صفاقس انه في النصف الاول من شهر رمضان المعظم خصصت الى حمله قفه رمضان، والنصف الثاني خصصت ان شاء الله الى باش نوفروا الملابس للاطفال اللي فاقدي السند وللعائلات المعوزه. هذه دعوه للناس الحضور هنا، اكيد باش نعملوا جو مع بعضنا، وتبارك الله الجمهور خيرات ربي. تسمح لي يا سي نعمان، هذه دعوه اني نحب نقدمها للناس الكل، كل واحد فيكم اللي يقدر دينار، خاطر فما بوتيك سيكوم بليس اللي هو امننا الدعم ان شاء الله، مدلنا يد المساعده. شكرا سيكوم بليس على لي بون داشا اللي اعطاهم لنا مؤخرا، باش يفرح برشا صغيرات، اكيد باش يدخل الفرحه بالحق لبرشا عائلات، ويخفف الحمل زاده على برشا عائلات. مشكور كل ما يمد المساعده، وكل واحد يزرع الفرحه في قلوب انسان ما يعرفوش، خاصه راهو حاجه كبيره ياسر وانك ترى الفرحه في عينين غيرك. اكيد هذا فرحه العيد راهي ما تكون كانت فرحه الصغير. ثم حاجه اخرى احمد يمكن نسيتها، الطهورات زاده عندنا صغيرات، ختان، عندنا عمليات الختان. وقتاش باش يكون المقرر ان شاء الله؟ ان شاء الله على مدى الاسابيع هذه، يعني الاسبوع هذا واللي من بعده، من هنا للعيد. ترى برشا عائلات صغيراتهم بالفعل كبروا ما قدروش باش يطهروهم. بالحق مع بعضنا وبدعمكم، بالحق بدعمكم نجموا نفرحوهم صغيرات وكبار. هذا يوجب علينا الناس الكل، كما قلت نوجه الدعوه. دونك اللي يحب يمد يد المساعده، رئيس الجمعيه موجود بيناتنا سي نعمان الكشو، حتى بدينار تنجم تفرح غيرك، وان شاء الله يا رب تكون سهره ممتعه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. الليله باش نسهروا مع فرقه اجيال حاضره، ومع النجم طارق الروج. وينو طارق؟ مرحبا بك طارق. الليله باش تعمل لنا برشا جو ان شاء الله. نسمع تصفيقه ترى زغزروت قويه شخصيه. تحيه كبيره لجمعيه سور صفاقس، وتحيه اكبر لفرقه اجيال الحضره كلهم اللي ساهموا ان شاء الله بالمبادره الطيبه هذه، وتحيه لكبتي، والتحيه الكبرى سي نعمان لك شو تصفيقه وزغروت عليه. يلا تحيه سي احمد مقدم هذه السهره جميله. تحيه ترى تصفيقه وسخنوا لنا الجو باش احنا نسخنوكم. فرقه اجيال الحاضره متكونه من برشا عناصر واساتذه، و الجو راهو بارد شويه، وحنا ماذا بينا نصفقوا هكا ونزقرطوا وخلي يسخن شويه الجو، ورمضانكم عيدكم مبروك ان شاء الله. تفضل سعد. ان شاء الله كل عام تحيه بخير. شكرا لك سي طارق على قبولك الدعوه، واول ما توجهنا لك كنت فرحان انك باش تحيي السهره هذه. سهره اولا باش نعرفوا بجمعيه سور صفاقس، ثانيا باش نكثروا الدعم لهذه الجمعيه، وثالثا انه باش يكون المهم والاهم ان نمدوا يد المساعده للناس المحتاجه خلال هذا الشهر المبارك. وكما قالت ليليا في الختام باش يكون حفل ختان الاطفال ان شاء الله. وزاده مثال راهو الليله نعملوا شويه جو زاده، اكيد نعيشوا الفرحه زاده. اكيد راهو جمعيه سور صفاقس كما قلت ننشطوا في كل المجالات، نزرعوا الفرحه، نزرعوا الجو، ونرجعوا مع سي طارق. خلنا سامحني سي طارق وليليا، خلينا نعطيو فكره على مقر الجمعيه. مقر الجمعيه اللي هو بعماره كارفور هكا، شارع 5 اوت. شارع 5 اوت. ودونك الجمعيه هذه كما قلت جمعيه ثقافيه خيريه فيها تنمويه، فيها دي كلوب. فما كلوب المسرح اكيد باش يكون ان شاء الله في المستقبل. فما راديو مخصص لهذه الجمعيه، راديو ويب سور تي في راديو سور صفاقس هكا. اي هكا هو. بالمناسبه برشا يعرفوا احمد سنيحه. يعيش تعرفوه احمد ولا ما تعرفوش؟ تبعوا في برامجه في الراديو ولا؟
هذا راهو شرف لي اللي انا باش نكون منتمي الى هذه الجمعيه حديثه النشاه كما قلت ليديا. وفما دي كلوب كما قلت مسرح، فما حتى سمعت انا بعض الكواليس هكا ظهر لي فما دي كلوب دو شون دونك اللي فما برشا برامج دونك اللي يحب ينخرط في الجمعيه هذه يلتحق مقال الجمعيه اللي هو عماره كارفور شارع 5 اوت، والا يتصل بالرقم 44 443. يا بابا يا سيدي ويني وعلى صفاقس وعلى جمعية سور صفاقس اهي يا سيدي
رمضان كشوط من ليبيا قال ربي اشكرني وجه لي تحيه. وينو سي رمضان؟ تفضل بحثنا. رمضان كشوط من ليبيا جاء يعدي في رمضان بتونس وقال احلى رمضان عديته في تونس وخاصه بجهه صفاقس. وينو رمضان ضاني بشكل على فكره احمد برشا يتبعونا من خارج الجمهوريه راهو مصر الجزائر ليبيا المغرب لبنان برشا يراسلونا ويتبعوا فينا وهذا شرف كبير لجمعيه سور صفاقس. هذه حاجه تفرح. هذه حاجه انها زيدنا مسؤوليه كجمعيه ان باش نزيدك حاجه اخرى. عندنا المواطنين المغتربين اللي يسكنوا في صفاقس زاده اتصلوا بينا واحنا نقوموا بمجهوداتنا الكل باش نفرحوا اي انسان باش نمدوا يد المساعده ماهوش بالمعونه اكهو حتى بالخدمه حتى باي حاجه حتى بورقه اكيد حتى بابتسامه كما قلت انت راهو جبر الخواطر. مجال كبير وبحر كبير اللي مقبل احنا مقبلين بعد شهر رمضان ان شاء الله على التكرار والمسارات دونك كيفيه الاتصال بك ستاره. احنا شونا صفاقسيه اول حاجه صغاريه توصلت على النبي واحلى تسويقه اللهم صل على النبي. عشان الحضره طارق الروج 28 517 402 فيسبوك باش فيسبوك تم طارق الروج الحمد لله. دونك باش طارق الروج وحده تلقاو واحد بارك له روج. ومازلنا عندنا عروض اخرين. عندنا ان شاء الله 29 في ميامي سنتر ان شاء الله عرض في ميامي سنتر. عندنا ان شاء الله 30 في اوتيل رشيد. عندنا ان شاء الله معرض صفاقس. عندنا ان شاء الله معرض قرطاج. عندنا لو6 ان شاء الله لو6 في سبورتيسيمو. عملنا له سهريه حقا تعطيل ممتازه جدا. عندنا ان شاء الله 5 لي 27 عندنا في ميامي كافيه لاونج ميامي. ومازالت العروض وكيف قلت لك يعني ثم فيسبوك طارق الروج ما ثماش واحد اخر. مرحبا بالناس الكل وتحيه قويه بالله تحيه قويه على جونا الليله. تحيه قويه اقوى 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 اقوى. اعطيونا تحيه وتسويقه اقوى. اللهم صل على النبي. زغروته هي يعطيك الصحه سي طارق. ما زلنا متواصلين احنا لكن قبل كل شيء نحب بالتعريف اكثر بالجمعيه يجيب حدانا سي نعمان رئيس جمعيه سور صفاقس. رئيس جمعيه سور صفاقس تفضل بحدانا. مرحبا بك سي نعمان البشاو. تحيه ليك سي نعمان. كلمه ليك سي نعمان. مرحبا بكم الناس الكل. اول حاجه يعطيكم الصحه على الجو اللي عملناه الناس الكل مع بعضنا ويعطيها الصحه الفرقه بريمون. برافو برافو برافو. الحاجه الثانيه نحب نذكركم كون جمعيه سور صفاقس هي جمعيه خيريه تنمويه ثقافيه. عندنا عده انشطه ما شاء الله جماعه من السعي يكتبوا عليها بالكتاب بالكدا. الجمعيه نتاعنا نعملوا عندنا قوافل صحيه عندنا قوافل خيريه عندنا برشا انشطه متعدده ثقافيه ايضا اكيد. مش كان الثقافه عندنا نجم نبحروا في كل المجالات. احنا عندنا طموح كبيره ياسر وماذا بينا ديما اي انسان عنده اي حاجه مرحبا به في كل حاجه. ينجم يجي يقترح حاجه اذا كان ان شاء الله باش نعملوا عندنا مسرح عندنا كلوب دو شو ان شاء الله على القريب. راديو تي في سور صفاقس ما نساوهاش اللي هو قاعد يقدم في مجهود كبير ياسر وخارق العاده المفيد. مرحبا بكم الناس الكل. والله فرحت بحضور ما شاء الله على العباد. يعطيك الصحة سي أحمد زاد ما شاء الله عليه. ليليا العكاز زاد تبارك علينا. برشا عباد قامت بمجهود كبير في البفة وفي برشا حوايج. سي نعمان احنا قاعدين نقدموا اللي نقدروا عليه. شكر كبير لكل انسان مد يده. برشا جنود خفاء في جمعيه سور صفاقس ما فيش حتى شك اكيد. مذكورين الكل. يعطيكم الصحة الناس الكل. يعطيك الصحة فيها. الله يخليك سي نعمان وان شاء الله يا ربي الجمعيه هذه باش تصنع الحدث ان شاء الله بجهه صفاقس من خلال كما قلت الاعمال الخيريه اللي تعمل فيها او الانشطه الثقافيه اللي باش تكون موجوده ان شاء الله يا ربي بجهه صفاقس. انا نعود نحيي
خاطر كما قلت لي الساعة احنا مقبلين ان شاء الله على حفل الختام وكذلك على عيد الفطر المبارك. نحب نقدم تحية كبيرة برشا. اول مقصدنا سي كوم بليس راهو وفرنا دي بون داشا، ونعود دعوة للناس انها تتبرع في هذا الشهر الفضيل، وخاصة في هذه الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك. كذلك لي بوتيك اللي يسمعوا فينا توا علاش لا انهم يكونوا مساهمين. ايضا احمد كل انسان ينجم يعاون، راهو ما يقولش راهو ما نقدرش، نجموا بمبلغ بسيط والا بمجهود بسيط بتكاتفنا الكل نجموا نعاونوا برشا ناس، نجموا نفرحوا برشا صغيرات، ونأكد على هذه برشا صغيرات برشا ايتام نجموا نزرعوا فيهم الفرحه في هذا العيد. شو ليليا هو حتى انك ما تنجمش تتبرع بمبلغ، انك يكفي تتبرع بابتسامه، تتبرع بكلمه حلوه، تتبرع بكلمه طيبه. هذايا هو اللي احنا محتاجينه في وقتنا الحالي، نزرعوا الحياه اكيد والامل والفرحه في قلوب الناس ان شاء الله يا ربي. احنا ما زلنا متواصلين ليليا بالطبيعه. شعلنا اخر ليليا نزيدوا نحبوا الجو، نحبوا نزيدوا ما سمعتش يا سامي يا سيدة يا سيدة قلوبنا معاهم الناس الكل. اهل غزه واهل فلسطين بالرغم احنا راهو متواجدين هنا صحيح نشكوا لعبوا نشطحوا، لكن ثم جرح في الصميم جرح كبير. ان شاء الله يا ربي اخر رمضان نصرة لاهل فلسطين يا ربي، ونصرة للعروبه ككل. نواصلوا مدام ليليا. ايش عندنا؟ عندنا جمعية سور صفاقس بكبارها وصغارها، رجالها ونساها تعمل ليل ونهار في سبيل فرحة كل المحتاج. للتوضيح الاحتياج ينجم يكون ثقافي، صحي، توعوي، اجتماعي وغيره. هذاك علاش احنا نستقبلوا جندية وانسة جندية تونسية، جندية من جنود القبائل خدمت برشا خلال النصف الاول من شهر رمضان المعظم، ولا زالت من قبل رمضان من الصباح للي بالحق. ربي يشدها بصحة لبنان. هي ووالدتها ما ننساهاش. نستقبلوا من بعضنا بنتي واختي فاطمه بن مراد. مرحبا بك فاطمة. هي ابنة جمعية سور صفاقس كما قالت ليليا. تنعطيها الكلمة ليليا، هي كما قلت ابنة سور صفاقس. خيرت انها تكون تتجند خلال النصف الاول من شهر رمضان المعظم في احدى المغازات العامة بجهة صفاقس لجمع التبرعات من خلال الشريول. برشا ما يعرفوش الشريول وخدمته وكواليسه. احكي لنا فاطمة بالكم شيء كيفاش انك تتجند وخصصت وقت، خاصة اني صفحة تبدأ في شهر رمضان تحب لنا برشا جهد في الوقت خاصة انك تشتغل وتشتقنا عبد المساهمة في قضية ولو بقليل، حتى باكو شربة باكو مكرونة، لأن ما عادش تحكينا عليك احنا في وقت القادم على الأسبوع. كيفاش تمعنا؟ خاطر العبيد فاطمة بن مراد عضوة خاصة في الهيئة الإدارية. وصل الميكرو يا أحمد. عايش يا مدام بالحق سعيدة برشا، فخورة ساهمت ودخلت الفرحة. يا رب إن شاء الله نكون دخلت الفرحة على برشا عائلات ضعفاء أقل. بالنسبة للوقت معناتها حاجة عادية بالنسبة لي. أنا الوقت أنا فاضية معيش كل شيء. بالنسبة لي ما فماش خدمة خير من الخدمة هذه.
انه نصاو باش نخدموا العباد باش نفرحوهم، وهذا من نجم يكون كاين حاجه تفرح لي انا. والحق معناها دعوه مني انا كشابه انه نصاو ونفعل الخير كما نقولوا تونسي لتونسي رحمه، وهذا واجبنا كجمعيه. ونشكر جمعيه تونس فيغس والفضل يرجع لكم في نعمل لك شو، وراهو النجاح اذا مانيش نقدم فيه وحدي. نشكر كل افراد الهيئه من جمعيه تونس فيغس وكل اصدقائي الشباب الناشطين، وربي ان شاء الله يوفقنا، وان شاء الله يا ربي نحبوا ديما نفرحوكم. وبالله زاد دعوه خاصه للعباد ادعمونا، خاطر مازال عندنا برشا أنشطة أخرى نخمموا في ختان برشا أولاد صغار وكسوة العيد زادا، وإن شاء الله ربي يبارك الكل متبرع وكل إنسان يدعمنا. بارك الله فيكم نسقط. يعطيك الصحة فاطمة. يعطيك الصحة، ربي تقبل أجر الناس الكل. رمضان السنة بالنسبة لفاطمة وبرشا من نشطاء الجمعية، رمضان مميز ومغاير للعادة. وشو ليليا وكافة المواطنين خاصة انهم اللي يخدموا في الميدان هكا في الترام يحسوا بنكهة خلال شهر رمضان، متعة صحيح انه كل واحد يوصل يشق خاطره ويتهنى على جاره انه شق خاطره كيفه، هذيك الفرحة الكبيرة. ثم برشا مواقف نعيشوها من خلال السعي وراء وان نساعدوا برشا ناس. ثم مواقف بالحق مؤثرة برشا، ثم مواقف طريفة برشا، خاصة فاطمة على شريورة وبرشا مواقف طريفة، راهو برشا مواقف مؤثرة بالحق تبكي. أكيد. هذا من الكواليس اللي برشا ما يعرفوهوش. بالنسبة زادة نحب نعرج على مدير الحالات الاجتماعية دعم حياة وخلال. شكرا لها، نشكروها. زادة تتعرض لبرشا مواقف مؤثرة على خاطر البوست نتاعها إنسانية بالدرجة الأولى. شكرا لها مدام حياة. هي راي ربما انه بعض الناس من جهود الخفاء انه ما يحبوش يظهروا في الصورة، لكن بارك الله فيها مدام حياة على المجهودات اللي قاعدة تقوم بها. كما قلت انه بعض المشاكل اللي تتعرض لها من خلال انها باش تواكب ولا باش ولا مواقف، حتى المواقف المؤثرة وانك ساعات تعجز بالحق، تعجز كيفاش باش تعاون وتولي تسخر من وقتك ومن جهدك ومن وقت اصدقائك. نحب نشكر بالحق كل انسان ساعد وساهم في فرحه غيره، رغم ماهوش بالساهل. ان شاء الله. نحب نشكر ليس بقيه كل عائلاتنا مضحيين في جبرتنا، راهو بالحق كلهم وراهم عائلات مضحيين بوقتهم وياخذين من وقتهم وياخذين من حقهم معاهم باش يساعدوا وباش ينشطوا وباش يزعموا ويقدموا الخير للغير. اكيد. هو شوفوا حتى سير في الريزو سوسيو انه بعض الجمعيات الاخرى شكرا على تفاعلهم خلال شهر رمضان المعظم. كما قلت لك راهو الفرحه والله بالحق انا عشتها وعشت التجربه هذه من خلال بعض الجمعيات اللي انا كنت ننشط فيها، انه شهر رمضان كي نتعب فيه ان نهار العيد نحس بفرحه وبنشوه، ما لقينا ان تعب يعني تعب على الاخر بالحق، لكن نهار العيد تحس فرحه مش نهار العيد هو ما هو يقول فرحه الصائم انه فرحه العيد، لكن احنا فرحتنا من خلال الانشطه اللي نقوموا بها من خلال الجمعيات وممارسات فرحه الغير. اكيد فرحه الغير. هذيك علاش دعوه للشباب اللي يحب ينخرط في جمعيه سور صفاقس يمكن الالتحاق بمقر الجمعيه بعماره كارفور شارع 5 أود، بدايه شارع 5 أود. وعلى فكره اللي يحب ينخرط توا يتفضل بخلينا، اكيد موجود رئيس الجمعيه، الانخراطات موجوده. اللي يحب يتقدم بالدعم ايضا يتفضل توا. يجموا يتصلوا بنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة جمعية سور صفاقس أو الجروب جمعية سور صفاقس، أو تبارك الله الوجوه ولات معروفة، يتصلوا بأي واحد منا وكلنا مسخرين لخدمة الغير. ربي يثبت أجر الناس الكل، وهذا راهو ماهوش مزية، هذا واجب علينا احنا الناس الكل والمواطنين الكل ان باش نكفوا يد وحده، خاصه في شهر رمضان وما بعد شهر رمضان. ان دعوه
رئيس جمعيه سور صفاقس ولا الجمعيات الكل اللي تسمع فينا. اكيد فما بعض الجمعيات هنا يسمعوا فينا، راهي ما نحبش القفه تقتصر على شهر رمضان فقط، القفه نحبها تتمادى على طول العام. يا ريت خاطر فما ناس راهي محتاجه انها على طول السنه. راهي القفه ماهيش مقتصره على شهر رمضان. صحيح انه الاجر يتضاعف خلال هذا الشهر، لكن الاجر ديما يقعد يمشي، راهو مش مربوط بشهر معين. ثم نكهه خاصه في رمضان سبحان اكيد الله. اكيد هي فما نكهه، لكن الاجر نحبوه دائما يتواصل، مش مربوط بشهر فقط. هو شهر رمضان شهر الرحمه، شهر الخير وشهر البركه. في الختام احنا باش نكملوا مع خلقتنا الحلوه اللي اجيال وراء اجيال بالحق. اسم على مسمى، عرفتش تختار ستاره الاسم. شكرا لك، بارك الله فيك. نجدد كذلك شكري الى بلديه صفاقس والى السلطات المحليه لتامين هذه السهره بمنطقه النصريه. كذلك شكر الى سيكوم بليس اللي دعمنا في اولى هذا الاسبوع بدي بون داشا للناس المعوزه والمحتاجه. وما زلنا نستناو في الدعم البرشا صغيرات. اكيد الدعم كل واحد يدعم باللي ينجم كيما يحب. بالحق لازم تتواصل، اللي يحب يدعم ينجم يخلق سبيل للتواصل ويتواصل معنا. هذا من جهه. من جهه اخرى جمعيه سور صفاقس مازال عندها مفاجآت، مازال عندنا سهرات اخرين. احمد وقتاش وقتاش نقول لك ولا ما نقول لكش؟ ما نقولوش مع سي طارق. هو مع سي طارق عندنا انشطه اخرى، لكن ماهوش مع سي طارق. مع سي طارق وقتاش ان شاء الله باش تكون معجبه في الصوص. خليوها مفاجاه. ربي يسهل ان شاء الله. نرجعوا للجو وللبوم. ان شاء الله كل عام بخير بألف خير. عيدكم مبارك بالمسبق ان شاء الله. والتونسي للتونسي رحمه، وبدوا يد المساعده، وما تخلوش بربي على جمعيه سور صفاقس وعلى الناس المعوزه. الفلوس راهو الدعم ماهوش ماشي الى الجمعيه، الدعم ماشي الى ناس محتاجه باش نفرحوهم في ختام هذا الشهر المبارك، فرحه العيد وفرحه ختام الاطفال ان شاء الله. شكرا لكم. يا بابا